دوري نايل زي ما هو معودنا هيولع نار. اتحددت القرعة النهاردة ونزلت ماتشات الأهلي بالترتيب اللي هيلعبها من الأول للآخر. مفيش ماتش سهل، مفيش ماتش بعد كده فيه تهاون. كل ماتش للنادي الأهلي هو ماتش بطولة، هو ماتش كاس. يا ترى هتخلونا نراهن عليكم زي ما طول عمرنا بنراهن عليكم؟ يا ترى هيحصل جديد؟ يا ترى هتخيبوا ظن الجمهور فيكم؟ ما اعتقدش. طول عمري عارف ان اللعيب اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيكون قده، ومنتظرين منكم الكتير والاكتر كمان. ده غير العقوبات اللي نزلت ومش عارفين مدى تأثيرها على اللعيبة. المفروض ان التأثير يكون ايجابي مش سلبي. عمري ما لعيبة الاهلي استسلمت. طول عمري عارف واللي اعرفه واللي هعرفه ان شاء الله ان لعيب الاهلي قبل ما الادارة بتعاقبه هو بيعاقب نفسه. هو عارف هو لابس مين ولابس تيشيرت مين. تعالوا نسرد لبعض القرعة بالترتيب. قرعة النادي الاهلي بسم الله كده. كل الفرق هتكون بتلعب اول جولة والنادي الاهلي باي. اول جولة النادي الاهلي هيبتدي يلعب فيها يوم 3 ابريل. النادي الاهلي هيواجه سيراميكا كيلوباترا. تاني جولة للنادي الاهلي يوم 7 ابريل. 7 ابريل ده اللي هو بعده بيومين على فكرة عيد ميلادي، لكن يوم 7 ابريل النادي الاهلي هيواجه سموحة. يوم 27 ابريل ماتش بوم. يعني الماتش ده بالنسبة للنادي الاهلي رد اعتبار. الاهلي وبيراميدز يوم 27. 1 مايو النادي الاهلي ونادي الزمالك، وده انا بعتبره اهم ماتش. ده بالنسبة لي ماتش القمة. مهما كان بيراميدز جامد، مهما كان ايا كان فرق جامدة فرق ضعيفة، هيفضل ماتش الاهلي والزمالك هو ماتش القمة، ولازم نركز فيه جامد جدا لان الماتش ده انا اعتقد ان هو هيكون ماتش ناري. يوم 5 مايو الاهلي وانبي، وده ماتش هيكون قنبلة. وهتشوفوا الكلام اللي بقوله لكم ده، ماتش الاهلي وانبي برضه هيكون قنبلة. واخر جولة للنادي الاهلي هتكون يوم 20 مايو، واتمنى ان احنا نكون واصلين للجولة دي واحنا محققين العلامة الكاملة، كسبانين كل الماتشات، ونيجي في الاخر نكسب الماتش ده كمان. لاننا لو كسبنا كل ماتشات الجولة الجاية خلاص الدوري في جيبنا، وشكرا متشكرين السلام عليكم. نيجي بقى لأهم جانب في منظومة النادي الأهلي. إيه أهم حاجة في منظومة النادي الأهلي؟ الجمهور. جمهور النادي الأهلي، الجمهور اللي مش مستني حاجة من فريقه غير حاجة واحدة بس، غير إنه يكسب وإنه يجاهد في الملعب. هل دي حاجة خسارة في الجمهور؟ يا جماعة الجمهور بيروح وبيدفع من قوته كل يوم. الناس بتاعت التالتة شمال اللي أنا ليا الشرف إن أنا واحد منهم، ان انا ليا الشرف ان انا حتى لو قاعد بتفرج من بيتي وبتفرج على النادي الاهلي وبدعمه من بيتي، بدعمه ببوست ولا بدعمه مثلا بفيديو بنزله ولا كل الكلام ده مش مستنين من ورا حاجه. احنا مش مستنين من ورا حاجه غير ان النادي الاهلي يكسب بس. تمام؟ هل دي حاجه صعبه عليكم؟ هل دي حاجه صعبه ان انتوا تحققوها؟ يا جماعه الاجيال اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي، الاجيال دي ما كانتش عايشه معلش والله العظيم ربنا يزيدكم. الواحد اصلا عشان الكلام ما يتاخدش مثلا في حته ايه ان انا مثلا الواحد باصص لكم في حاجه، لا ده ربنا يزيدكم اكتر من اللي انتوا فيه اضعاف 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 مضاعفه. بس اللي انا شايفه ان كان زمان اللعيبه مش شايفه الهنا ده. كانت اللعيبه في مصر مش شايفه الهنا ده، وكانت بتموت نفسها في الملعب. كان بالنسبه لهم موضوع ان هم يلعبوا في النادي الاهلي ده شرف ما بعده شرف. زي ما احنا كجمهور نادي اهلي يعني بالنسبه لنا ان احنا نشجع فريق زي ده شرف ما بعده شرف. فريقي رافع راسي السما، ما يجيش جيل على اخر الزمن ينزلها في الارض. تمام؟ احنا مش هنسمح بده، ولو الاداره سمحت بده احنا مش هنسمح للاداره ان هي تسمح بيه. يا ريت يا ريت تبصوا للجمهور شويه. ما بيتعبش في الحلقه دي كلها غير الجمهور، ما بيزعلش في الحلقه دي كلها غير الجمهور. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك للقناه وتسيب لي تعليقك وتقول لي ارائك في اللي جاي وفي اللي فات، علشان الكلام دايما اهلاوي والرد دايما في الملعب.